عزيزي المشاهد، أنا طالع أطمن حضرتك من خلال الفيديو القصير ده وأقول لحضرتك مصر ما ولعتش، ولا مصر بتولع، ولا مصر خربت، ولا مصر بتخرب. زي ما بتسمع كده وبتشوف، أنا طالع أقول لحضرتك وبطمن حضرتك إن دي بداية اعتراف لكل الخونة وكل الإرهاب وكل الصهاينة وكل الأيادي الخارجية اللي هي ممدودة في مصر هنا للتخريب. دي بداية اعتراف منهم إن مصر في تقدم وفي ازدهار وفي نجاح، وكله بقيادة السيد الرئيس عبد الله، طبعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته الكبيرة على مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشرطة المصرية، وفي ظهرهم طبعا وعلى رأسهم الشعب المصري المحترم. دي بداية نجاح للدولة المصرية. ولكن اللي بتشوفه بتصدر على الساحة الحرايق اللي هي بتطلع تشوفها دي، اللي معظمها او بنسبة 80 85 90% ذكاء اصطناعي وفيك في فيك، ويجيب لك برميل مازيت ولا برميل جاز مولع فيه، يجيب لك عربية ويصورها لك التانك بتاعها ضرب، يجيب لك شوية زبالة متولعين في مقلب زبالة، ويقول لك مصر بتولع. مصر في عمرها ما ولعت ولا هتولع، وكله بفضل الله تعالى، مش اكتر يعني. فالقصص الهابطه دي والقصص الحمضانه دي، اذا كان في حريق استنتجنا منه ان في ايادي خارجيه كان ليها يد في الحريق ده، وكان هيأثر على مصر، او كانوا معتقدين انه هيأثر على مصر بشكل سلبي، وهو حريق مبنى اتصالات في رمسيس. ولكن القيادات المصرية ردت كيدهم طبعا، وما كانش في اي تأثير سلبي من اي نوع، واتحلت المشكلة في اقل من 12 ساعة. اما كون انك تطلع تقول لي مصر بتولع ومصر ولعت، مصر اكبر منك بكثير يا عويل. تحياتي واحترامي لكل المصريين المحترمين، حفظ الله مصر بقائدها العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القيادات المصرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.